انا اقوله. قوله انت. زواج شذين في حفل عائلي علني بالمغرب، والعروس شربت دم الذبيحه. طور، جابوا طور كده واحد وواحد، اتجوزوا العروس اللي هو الراجل اللي بقى عروس مش فاهم ايه، لبس فستان اخضر وجابوا له طور قعد يلف وذبحوه ونزل شرب دمه الجواهرجي. عارف طبعا يعني اخضر ليه؟ ده عشان الطور. لا لبسوه اخضر عشان يفرقوا بين الذكر والنتايه، ما هو هما اتنين شاذين، مين فيهم العريس ومين فيهم العروسه؟ لازم يتميزوا من بعض. العريس كان لابس بتاع طيب. شال ابيض كده على راسه، راجل راجل يعني. ف عايز اقول لكم حاجه، ايه اللي خلى التقاليع دي تيجي مجتمعاتنا؟ في خلل، في شيء غلط. ده ليس له علاقه بالحريه الشخصيه، شيء مهين جدا ان احنا نشوف رجلين ويطلع جواهرجي هو اللي راعي الحفل ودفع الفلوس، الناس راحوا عشان يكسروه. الشرطه كانت بتحمي الساده الشواذ عشان يتجوزوا. ما هي اذا ابتليتم فاستتروا، هذه الامور تستدعي الستر. مجتمعاتنا بدا فيها يكون هناك اختراق، وشيء مخجل يجب ان احنا نقف في مواجهته بعنف. اللي عايز يعمل خطأ زي ده يروح يعمله في السر، ساعتها تبقى حريه شخصيه. ساعه ما يخرج على الملأ لو دول اتقتلوا محدش يلوم غير اللي سمح لهم انه يعمل. يعني يا خير لو كانوا اتنين ستات بيتجوزوا كنت هتعترض قوي كده؟ هم عشان اتنين رجاله؟ يا راجل حرام عليك، الحريه الشخصيه موجوده، ما يتجوزوا ولا يعملوا اللي هم عايزينه، مش بدل ما يعيشوا مع بعض في الحرام. لا انا معاك بقى، انا ايه اللي انا بقوله ده؟ مش بدل ما الكلام يزيد عليهم، الراجل طالع الراجل نازل في الحاره كانوا وشه، فكان لازم يصلح غلطته. الست حق يعني. حلقه جميله جدا.